السلام عليكم. من احسن الكريمات اللي كتعجبني تتعجبني نحضرها في جميع ديال الحلويات او الطورطات او الكيكات البارده، كتجي زوينه وحتى تحليه كتمشي فرديه. علاش لا؟ كنحتاجو نص لتر ديال الحليب. بالنسبه لهذا القياس اللي غنعطيكم ديال الكيكه اللي كتكون صغيره اولا بالحجم، يعني اللي كيكون المول عادي، كنحتاجو نص لتر ديال الحليب. كنحتاج كاس ديال النشا، 3 ديال المعالق يكونوا عامرين مزيان. كنحتاجو كاس الا ربع ديال السكر، كنحيدو غير تقريبا واحد المعلقه ولا جوج ديال السكر، حيت هذا الكاس راه غير صغير ماشي ديال العنبه الكبير. كنضيفوا معلقه ديال الزبده حتى الاخر، وكنضيفوا النكهه اللي كتبغيو. انا كتعجبني النكهه ديال الكراميل، كنضيف النكهه ديال الكراميل اللي كنشريها وكنخليها في واحد القريعه وكل مره كنوجدها. بالنسبه لهنايا عندي هاد الكاس هذا راه الكراميل حضرته في الدار، يعني بكاس ديال السكر كنديرو فوق البوطه حتى كيبدا يذوب ليا داك السكر وبدا يتغير له اللون ديالو. وضفت عليه واحد 3 ديال القطع ديال الشوكولات، كتبقى الشوكولات بيض، كيبقى اختياري هو اللي ضفتو. بغيتو تضيفوا فلو ديال الكراميل راه كتضيفوا، كتستغناو على هاد الطريقه اللي درت انا، راه كيجيو بحال صراحه في المذاق، يعني ما كيجيش المذاق مختلف. صافي كنخلط هاد المكونات كاملين مع ديك المعلقه ديال النكهه ديال الكراميل. الا درتو فلو يعني ما تستغناو على الكراميل، على النكهه ديال الكراميل، ولكن الا درتو الطريقه اللي قلت لكم راك ضروري كتضيفوا ديك النكهه ديال الكراميل باش كتعززوا ديك التحليه وكتجي لذيذه بزاف. انا هنا كنت حضرتها مع الكيكه بالشوكولات، يعني كيكه اولا جينواز بالشوكولات عاديه اللي كنت حضرتها معكم من قبل، راها كاينه في واحد الفيديو، دخلوا وشوفوا باش تعرفوا الطريقه ديالها. وهنايا كنبقى نحرك مزيان داك الخليط. الحليب ديالي يكون بارد من الاحسن حتى كتغير ليا، كنديرها فوق البوطه كتبدا تغلي مزيان حتى كتبقى دير لكم دوك الفقاعات. ومن بعد كناخذوا الكيكه ديالنا هي هذه، كنديروا معلقه ديال الزبده، وهكذا كتكون النتيجه ديال عفوا ديال التحليه ديالنا. من بعد ما كنديروا لها واحد المعلقه ديال الزبده، يعني غير معلقه صغيره. انا كنستعمل هاد الزبده هذه اللي كتجي واحد المذاق اللي زوين بزاف فيها. صافي وكنبدا حتى كتذوب ليا ديك الزبده. كنخلي الكريمه ديالي غير تبرد شويه في الكاسرونه، يعني ما تكونش سخونه باش تشد راسها، باش ما تخرجش لينا على الجوانب. وبالنسبه لي كما قلت لكم المول اللي درت اولا السيركل اللي درت انايا راه هو هذا، يعني الحجم ديالو كيف ما شفتوا على هذا الشكل هذا. بالنسبه للكيكه راني حضرتها معكم من قبل. كنتمنى هذا الفيديو ينال الاعجاب ديالكم، ما تبخلوش عليا باللايك وبالتعليق، ضروري ديروا هذه الطريقه هذه ديال الفرشيطه اولا المعشقه باش كتكب لكم هذا الخليط ديالكم كيتكب لكم متساوي يعني ومتقاد في الحجم. صافي انا